السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا في السوق بقى، وزي ما انتم شايفين كده لقيت التوم بكثرة كده، ودي بقى ايه طرق تخزين. هي في مكنة كده، مكنة بتفرم التوم بالطريقة ديت كده، وبيحطوا في برطمانات زي ما احنا شايفين. اهي البرطمانات اهي، عشان اللي حابب يخزنه مفروم. هو في بدايته كده بيحط الثوم. انت بتملحه، انا شايفاك بتملحه يعني هو ما يتخزنش الا متملح، ويتحط بقى البطرمان في الفريزر ولا يتحط عادي؟ في الفريزر عليه معلقه زيت في الفريزر. ولو سيبناه بره يجرى له حاجه؟ لو سيبناه بره ممكن يجرى له حاجه؟ حطي عليه معلقه زيت بس. حط عليه معلقه. مش هتفرم حاجه. نشوف الفرن ونوري المشاهدين ازاي بقى طرق الفرن. اهوت يا جماعه، شفتم التوم اهوت لسه في بدايته. السوق كله ريحته توم. فانا لقيت بقى طرق تخزينه، فهيوريكم بقى دلوقتي. هو بيوزنه الاول علشان ايه يعرف. مش هيفرق. مين اللي مش هيفرق؟ عاوزه يعني انت بتوزنه له يعني؟ ماشي تمام. واحد عاوز منه توم من غير مفروم، فايه هيديه هو بقى. نشوف يفرم توم، ونشوف بقى طرق التخزين. حطوا اللايك بقى والشير والاشتراك، وشجعونا كده بلايك وكومنت منكم حلو كده. ربنا يكبر بخواطرنا وبخواطركم، اللهم امين. ده سوق كبير بقى في كافة كل الاشياء. فقابلني بقى بتاع الثوم والفرم والتخزين. حبيت اوريكم الفكرة واعرضها لكم كده لطريقة الثوم. وهو لسه اخضر اهوت يا جماعة. الثوم سعره 20 جنيه. وطبعا السوق بقى كله بقى مليان فنانيس وزينة رمضان. كل عام وانتم بخير. ربنا يا رب يجمعكم مع حبايبكم بسعادة وهنا وسرور، وانتم بصحة وعافية ومتجمعين مع حبايبكم على سفرة واحدة. اللهم امين انا وانتم، وربنا يكبرنا ويكبركم. طب البطرمان التوم ده ايه؟ وقد ايه؟ كيلو؟ نص كيلو؟ بايه؟ بكام؟ البطرمان 500 جرام ب 30 جنيه. بيتفرم بالقشر بتاعه، بالطومية بتاعتها، بيتفرم كله مع بعض. ابو 60 ابو 60 ابو 60 وده ابو 80. بص من الفرق، انتوا بتعرفوا الفرق. بص ده ابو 60. كل حاجة لها سعر معين. بصوا شوفوا عامل ازاي. ده بكام؟ 80 اللي هو الكيلو صح؟ ده بقى بالنسبة للي بيحب يخزنوا بطرمانات وبيفرموا كده. طريقة سهلة في تخزين الثوم بالمكنة على طول. كل عام وانتم بخير. شوفوا بقى وانا ماسكة كده الفنانيس والزينة اللي بتتعلق في الشقق او في البلكونة. وجولة سريعة في السوق ان شاء الله. لا قوة الا بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يوم على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من ان نضل او نضل او نزل او نزل او يشهل علينا او نظلم او نظلم. دايما كده اذكروا الله في كل وقت وفي كل حين، وفي دخول السوق بتوضح حسنات كتير. احفظ الله يحفظك. شفتم بقى جولة سريعة كده زي ما انتم شايفين كده. السوق ده فيه كافة كل شيء، من ادوات منزليه لملابس لكوتشيات، وشغال 24 ساعه. تيجي في اي وقت، بالليل الساعه 1 تلاقيه، الصبح تلاقيه، بالنهار تلاقيه. في كل حاجه. وانا عرضته لكم قبل كده. شوفوا الفيديوهات اللي انا عرضتها، هتلاقوا ان انا عرضاه قبل كده وكامل يعني. فانا في اللي هو بقى التوم والحاجات الجديدة ديت، الموسم بتاعها، طرق تخزينه وكده، فحبيت اعرضها لكم. حطوا اللايك بقى والشير والاشتراك وشيروا الفيديو وكومنتوا جميل منكم. ربنا يكبرنا ويكبركم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو انت فرمه هو احمر هنا ليه؟ لا بقى عليه شطه وفلفل وحاجات. يعني فرم التوم على شطه وفلفل وحاجات، يعني في توم بيبقى ساده وفي توم بيبقى ايه معروض محطوط عليه فلفل وشطه وتوم.